الحسن الصالح مر على المقابر، السراميك والرخام والبوابات، فالحسن الصالح قال كلمتين، قال ما أحسن ظهورك، شكلك حلو من بره، إنما الدواهي في بطونك. في جوه ناس بتتضرب جوه، انت عارف ايه اللي بيحصل جوه؟ الظاهر من بره. حتى الفضيل بن عياض دخل المقابر ذات يوم فصرخ. بتصرخ ليه؟ قال يا أماه، بينادى على أمه، خير؟ قال يا ليتك كنت بي عقيمة، يا ريتك ما ولدتيني. ليه؟ قال إن لابنك في القبر حبسا طويلا ومن بعد ذلك منه رحيلا. فشوف الراجل لما لقى متكبر بيوعظه، عارف قال له أول حاجة قال له إيه؟ اسمع، عش ما شئت في الدنيا فإن الموت سيأتيك، وشيد القصور ما استطعت فإن التراب سيواريك، واعمل ما شئت فإن الله على عملك سيجازيك، وأحبب الدنيا ما استطعت فإنك ستفارقها وهي تعاديك، واضحك ما شئت فإن فراق الأحباب سيحزنك ويبكيك، واعلم يا ابن آدم، اسمع واقنع يا ابن آدم من الدنيا ببيت يأويك ورزق يكفيك، ولا تتكاسل عن طلب الرزق، فإن الذي تكفل به سيطعمك ويسقيك، واعلم أنك لو ملكت الدنيا فإنها عن الله لا تغنيك. والله لو ملكت الدنيا كلها برضك محتاج لربنا، برضك محتاج له. لو كنت أغنى أهل الأرض نام هارون الرشيد على فراش الموت، هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء، هارون قال لهم اجمعوا لي فلوسي، بص للفلوس وبص للقصور، قال لك انا بعد كل ده اتحط في تربة متر متر، ينفع الكلام ده؟ امال انت عايز ايه؟ نظر الى ماله وقال ما اغنى عني ماليه، هلك